هذه الوثائق كما تدعون بطرق سرية لا يعلمها إلا المرسلات، لا تعلمها إلا أجهزة CIA. فبالله عليكم قولوا لي أي رأي وأي رأي آخر تتحدثون عنه. نعم، اعذرني يا أخي، اعذرني يا أخي، فأنا سأرد عليك بالنيابة عن إخوتي في قناة الجزيرة. اعذرني يا أخي، فأنا سأرد عليك عن الإخوة، ونقول لهم الإخوة الآن لأنهم أبناء دم عربي كما يقولون، ولكنني الآن أقول لكم أنهم ليسوا إخوة. نعم، إنهم المستعربون العرب، نعم إنهم الصهاينة العرب، نعم إنهم أبناء إسرائيل وأمريكا، نعم إنهم أبناء العبيد. عذرا يا أخي، عذرا يا أخي، فلا أجد الكلمات لا أقول لك. عذرا يا أخي، فلا أرى أي كلب من هؤلاء يعوي الآن. عذرا يا أخي، فأنا لا أسمع رباحهم الآن. عذرا يا أخي، اتهمت بالخيانة. نعم، اتهمت الجزيرة بالخيانة. أي خيانة أعظم من خيانة الوطن؟ أي خيانة أعظم من خيانة الوطن؟ أي خيانة أعظم من خيانة الشرفاء والسعداء؟ نعم، اعذرني، فأنا لا أملك الكلمات لا أرد عليك بالنيابة عنهم. نعم، لأنهم الآن لا يملكون أي كلمة للرد، لا يملكون أي كلمة للرد. حلموا إن ساعة الميدان واسعة، فإن لم تسعكم هذه المنصة ففلسطين أكبر منصة لكم. حلموا وتعالوا، حلموا وتعالوا، دعونا نخوض الحرب في الميدان، دعونا نخوض الحرب في الميدان. آتوا بهذه الوثائق التي تقولون أنها ملككم، آتوا بهذه الوثائق التي هي صنع برامجكم السخيفة، صنع الملايين الحقيرة، ملايين قطر والقواعد الأمريكية في قطر. أملكتم الأجارات، دفعت لكم أمريكا أجار أكبر قاعدة أمريكية في قطر، أكلفتكم هذه البرامج 15 مليون دولار. ليه؟ مشان مين؟ مش مشان الدعم الصهيونية ولا مشان مين؟ مشان تثبيت القاعدة الأمريكية. أي والله حرام عليكم يا إخوان، والله حرام. بعتوا الوطن، بعتوا الوطن مشان ايه؟ مشان شوية تسيير أعمال ولا شوية أموال. أي قطر، ما انت المصاري اللي تدفع لك اياهم امريكا حق النفس اللي بتاخذه منك ومسيطرة عليه، طب هي بتعيشك وبتعيش كل الدنيا. ليش؟ مشان شوية مصالح، مشان شوية ضباط CIA تحمل قواعد، ولا مشان شوية حرس يحمل سفارات تبعون قطر؟ اي والله حرام. بكفيكم يا اخوان مهزلة، بكفيكم يا اخوان مهزلة. نعم، دمرتم السمعة، فأي سمعة تدمر. نحن في فلسطين، نحن في فلسطين، نحن القدس، نحن الشهداء والشرفاء، نحن الضحى، نحن الأسرى، نحن الياسر الكاسر أبو عمار كما قالها سيدي. نحن كالجبال التي لا يهزها ريح، نحن كالجبال التي لا يهزها ريح، وإن ماتت هذه الجبال فإن موتها يبقى واقفا. نعم، إن ماتت هذه الجبال فإن موتها يبقى واقفا. بالله عليكم، أي شعب تتحدون؟ تتحدون الشعب الفلسطيني، الشعب الذي دائما يقول له، الرئيس الذي يقول له، الشرعية التي تقول له